هل سبق أن شاهدت شخصا يقوم بشيء ما وقلت لنفسك: لا أظن أني قادر على فعل ذلك أبدا؟ تراه يتقن المهارة بسرعة كبيرة وتتساءل: كيف استطاع أن يفعل ذلك؟ ماذا لو أخبرتك أن بإمكانك أنت أيضا إتقان أي مهارة تقريبا خلال 30 يوما فقط؟ قد يبدو الأمر مستحيلا، أليس كذلك؟ ابق معي وسأكشف لك المعادلة السرية لتحقيق ذلك. مرحبا بكم في قناة رشد. إن كانت هذه زيارتك الأولى فلا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة، لأن القادم ليس كلاما يقال، القادم قد يكون بداية حقيقية لتغيير حياتك إلى الأبد. لنكن صريحين، سواء أردت تعلم لغة جديدة أو العزف على آلة موسيقية أو حتى تحضير وجبة مميزة، فقد مررنا جميعا بهذا الموقف. تبدأ بحماس ثم تتوقف فجأة، تشتت انتباهك الحياة وتجد نفسك تؤجل هدفك إلى سأبدأ غدا. لكن الحقيقة هي أن مفتاح إتقان المهارة ليس موهبة خارقة أو وقتا طويلا، بل أمر أبسط من ذلك بكثير. إنها طريقة تناسب الجميع مهما كان عمرهم أو خبرتهم أو قدراتهم. ليست طريقا مختصرة، بل هي عقلية وموقف. كل ما عليك هو اتباع خطوات محددة، وصدقني يمكنك تحقيق ذلك خلال 30 يوما. قاعدة 30 يوما بسيطة لكنها فعالة. إذا التزمت بالتدرب يوميا لمدة 30 يوما فسوف تلاحظ تحسنا واضحا. ولكن المفتاح ليس فقط الالتزام بالعدد، بل الجودة في تلك الأيام. كيف تبدأ؟ لنفرض أنك تريد تعلم الجيتار، هذا هدف كبير، لكن تعلم كل شيء في الجيتار خلال 30 يوما أمر غير واقعي. لذا عليك تقسيم الهدف إلى أجزاء صغيرة. ابدأ بتعلم الأوتار الأساسية ثم أنماط العزف، وخلال الأسبوع الأول ستكون قادرا على عزف أغاني بسيطة. تعمل هذه الطريقة مع كل المهارات، قسمها إلى أجزاء صغيرة يمكنك التعامل معها بسهولة. كما لو كنت تأكل بيتزا كبيرة، لن تلتهمها كلها دفعة واحدة، بل تأخذ شريحة واحدة في كل مرة. النجاح لا يعتمد على الموهبة، بل على الاستمرارية. عندما تتدرب يوميا لا تطور مهارتك فحسب، بل تبني عادة. وعندما تصبح العادة تلقائية، يترك دماغك مجالا للتطور بدلا من التفكير في كيفية القيام بالمهارة. تخيل الأمر هكذا: كل يوم تضيف نجاحا صغيرا إلى رصيدك. هذا هو السر. قد لا تشعر بالتقدم في البداية، ولكن مع مرور الأيام تبني قاعدة صلبة تقودك إلى نجاح كبير. ستمر بلحظات تشعر فيها بأنك لا تتقدم، لقد مررت بتلك اللحظات أيضا، لكن استمر. التقدم لا يظهر دائما في البداية مثل شجرة لا ترى نموها في كل دقيقة، ولكن بعد 30 يوما تصبح شجرة كبيرة ومستعدة للازدهار. سر آخر لإتقان المهارة هو التركيز العميق، ليس مجرد نشاط عابر، بل تركيز متواصل ومكثف. لكي تتحسن يجب أن تدخل في حالة عمل عميق. ابتعد عن المشتتات، وخصص من 30 إلى 60 دقيقة يوميا للتركيز الكامل على تعلم المهارة. العمل الذكي أفضل من العمل الشاق بلا تنظيم. هل تريد نصيحة؟ ضع هاتفك في غرفة أخرى. أعلم أن هذا صعب، لكنه سيزيد تركيزك بشكل كبير. ستتعلم أسرع وتشعر بالإنجاز في نهاية كل جلسة. وأخيرا، تقبل التحديات. ستخطئ وستواجه صعوبات، وهذا أمر طبيعي ولا بد منه. الفرق بين الناجحين والذين يستسلمون هو العقلية. لا تخشى الفشل، بل اعتبره رد فعل يساعدك على التعلم. كل خطأ هو خطوة نحو الإتقان. أفضل المتعلمين يواجهون التحديات ويعتبرونها فرصا للتطور. وصديقتي سارة بدأت الرسم في عمر 40، خصصت ساعة يوميا، وخلال شهر كانت ترسم مناظر طبيعية مبهرة. إذا الأمر لا يتعلق بالسحر، بل بالعمل المتواصل والصبر والتركيز والعقلية الإيجابية. هل أنت مستعد لإتقان مهارتك؟ الخطة هي: قسم هدفك، تمرن يوميا، ركز، استقبل التحديات وآمن بنفسك. أنت على بعد 30 يوما فقط من أن تصبح أفضل مما كنت تتخيل. تذكر، الطريق ليس سهلا دائما، لكنه يستحق العناء. إذا أردت المزيد من النصائح لتحسين حياتك، اشترك في القناة وكن جزءا من هذه الرحلة. أنت قادر على ذلك. ابدأ اليوم، واجعل هذا هو أول يوم في رحلتك لإتقان مهارتك خلال 30 يوما.